موقع الحق والضلال، موقع لكل المصريين. الدولة اسقف المنيا، انا بقول له اسكت. الاخ مكاريوس، الانبا مكاريوس، يا ريت تسكت، لان انا النهارده قريت تصريحات على بعض المواقع الاجنبيه بيقول لك اذا لم يحسم امر قضيه سيده المياه سنترك الساحه للتدخل الخارجي. انا لولا ان انا مؤدب كنت قلت لك كلمه عيب. انا لا يعني لا، مش عايز اقول لك برضه مسيحيين مسلمين، انما المسيحيين في حياتي اكتر من المسلمين للامانه. المصريين خلينا النهارده الرئيس السيسي قال لك رساله وقال اللي زيك. انا اشعر بنبره تطرف وتهديد وابتزاز في كلام الانبا مكاريوس اللي انا شفته خارج من قريه الكرم وما راحش طبطب على الاقباط اللي انا بوست راسهم وانا ما عملتش حاجه. الانبا مكاريوس راح للست ام اسحاق اللي ضربوه وفتحوا راسه؟ لا، اللي غطاها وغطى اسحاق المسلمين اللي جروا. انا بوست راس ام اسحاق وقالت لي يا ابني انت اول واحد يبوس راسي في القريه. اللي مثل الانبا مكاريوس زي السلفيين بالظبط المتطرفين، زي الاخوان المتطرفين. وانا مش عايز بقى لا قسيس ولا انبا ولا شيخ ولا بتاع يتدخل في الموضوع. سيبوا القانون ياخد مجراه، مالكش دعوه بالحكايه دي. وانا سالت اصدقائي بره في امريكا واوروبا، لان الانبا مكاريوس بيقول لك ايه ده، كلموني الاتحاد الاوروبي والكونجرس وحقوق الانسان والفاو والبتنجان المشوي الانجليزي والفرنساوي. ما حصلش. انت كذاب، انت كذاب، انت كاذب. ولو عايز الدليل اجيبهولك، لان احنا متواصلين مع كل الهيئات الدوليه وليه اصدقاء شغالين في كل حته في العالم. بتفكرني بحد كده زمان في الاخوان والسلفيين والجماعات المتطرفه بهاجم التطرف ايضا اللي كتير من معظم المصريين الاقباط ما بيوافقوش عليه. بتهددنا ما حدش دافع عن الاقباط بعد عبد الناصر زي السيسي. ما متهيألي يعني، والنهارده كلامه كان واضح. فبلاش عيب بقى اللعبه دي، خلصنا. بكره بقى مصر بتحتفل